ونجحت عزيزة بامتياز في الاختبار اللي أداه قدامها الليني باشا فهمي بنفسه. وعزيزة أمير بتحكي في الحلقات اللي نشرتها مجلة المصور المصرية سنة 1945 إن اللي مثل قدامها الاختبار الليني باشا فهمي بنفسه. وبالرغم إنه كان عارف يمثل بشكل جيد إلا إنه كل ما كان يركز شوية كان يضحك، فكانوا بيعيدوا أكتر من مرة. لكن بالرغم من كل ده هي نجحت، وكان مدير الشركة في الوقت ده معجب جدا بيها وعايز يديها دور في أقرب فيلم الشركة هتنتج. كانت بتعيش حلم وردي جميل جدا في الوقت ده، لحد ما بيجي لها تلجراف مستعجل من مصر بيقولوا لها إنها لازم ترجع فورا، وغصب عنها بترجع تاني عشان تكمل دراستها. لكن بعد وقت قصير ما بتلاقيش شغفها في الدراسة، فما بتكملش تعليمها. لكنها كانت متميزة جدا في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكانت بتتحدث بيهم بطلاقة. وفضلت في الوقت ده بتتعلم العزف على البيانو، وبتدور على أي فرصة إنها ترجع تاني تحقق حلمها في التمثيل، لحد ما بتشوف الإعلان اللي نشره يوسف وهبي.